مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا خلال جلسة مغلقة أمام مجلس الأمن الدولي إلى الاستفادة مما وصفه بزخم دبلوماسي جديد حول الإقليم المتنازع عليه. التطورات الإيجابية السريعة في اتجاه مواقف المملكة المغربية المرتبطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا شك، ونحن نقف عند محددات رئيسية. المحدد الأول وهو أن الاعتراف الأمريكي الذي كان قد أطلقه دونالد ترامب في نهاية ولايته الأولى ظل ثابتا حتى مع الديمقراطيين، بمعنى أنهم رأوا في سيادة المملكة المغربية على صحرائها أمرا واقعا. وبعودة ترامب الآن دخل منطق ما يسمى بأجرأة الحكم الذاتي على أرض الواقع. يعني بموجب الإفادة التي تقدم بها ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي، يعني لم يحدث على الإطلاق أي تغيير جوهري في موقف المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة. فحين يعني أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم على قناتنا وقناتكم ابن المغرب. فالإخوان ديالنا ما غاديش نطول عليكم، غير قبل ما نكملوا الفيديو اللي صراحة يعني تشوقنا على أننا نكملوه، صراحة كيستحق المشاهدة. كنطلب من الناس اللي ما مشتركينش معنا في القناة ينضموا للعائلة ويشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش يتوصلوا دائما بكل جديد. كما شفتوا معنا في العنوان وفي الأول ديال الفيديو، غادي نخليكم مع جنون وانهيار الإعلام الجزائري إثر زيارة ديال المبعوث الأممي للأمم المتحدة لمنطقة الصحراء المغربية وتقديم المغرب نسخة جديدة من الحكم الذاتي، يعني اللي طرحها مجلس الأمن الدولي على أن يعني يكون الحل الأنسب لحل النزاع هو الحكم الذاتي، لكن يعني بنسخة جديدة وحل واقعي مشترك مع المرتزقة. فالمغرب قدم هذه النسخة هذه. المبعوث الأممي كيبان على أنه فرحان، يعني الصحراء المغربية فرا المغرب حسمها رسميا. الإخوان ديالنا ما تمشيو لي، نخليكم معنا من الأول للآخر ونتلاقاو في النهاية ديال الفيديو إن شاء الله. الصحراء الغربية هذا الطرح الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض. أطرح عليك السؤال الأول من الرباط، دكتور طارق قتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أهلا من جديد. أهلا وسهلا. لا شك سيدي حكيم، ونحن نتابع التطورات الإيجابية السريعة في اتجاه مواقف المملكة المغربية المرتبطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا شك، ونحن نقف عند محددات رئيسية. المحدد الأول وهو أن الاعتراف الأمريكي الذي كان قد أطلقه دونالد ترامب في نهاية ولايته الأولى ظل ثابتا حتى مع الديمقراطيين، بمعنى أنهم رأوا في سيادة المملكة المغربية على صحرائها أمرا واقعا. وبعودة ترامب الآن دخل منطق ما يسمى بأجرأة الحكم الذاتي على أرض الواقع، بما يفيد أن اليوم في تصريحات سواء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو كاتب الدولة في الخارجية السيد روميو على أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة بإرادة قوية جدا على إنهاء هذا الملف. وفي هذا الإطار دعت كل من الأطراف بطبيعة الحال زيارة وزير الخارجية المغربي. لكن لم تجبني عن سؤالي دكتور طارق الأمريكية. طيب أنت وضعت الإطار، قد أتينا عليه الإطار يعني بالطول والعرض، ولكن السؤال الآن هل تبنى دي ميستورا هذا الطرح؟ لأن حتى أوفي ضيفي حقه أيضا من حيث الوقت. أستسمحك. تفضل. نعم أنا قادم. نعم، ودعت بطبيعة الحال الجزائر إلى أن تدفع جبهة بوليساريو إلى القبول بهذا الطرح. فيما يرتبط بدي ميستورا المبعوث الخاص، لاحظ في الإحاطة التي تقدم بها على أن كلامه هذه المرة كان محددا في الزمن وأيضا في اللغة الدبلوماسية المرتبطة بهذا الزمن. حدد 3 أشهر كنقطة أولى رئيسية للاستفادة من الزخم، ويقصد بهذا الزخم هو المنسوب العالي المرتفع للاعترافات بمغربية الصحراء.
ثم يأتي على نقطة رئيسية جدا، وهو يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يثمن موقفها من حيث أنها تبنت موقفا سابقا لديمستورا مرتبط بطلبه للمملكة المغربية أن تحدد تفاصيل الحكم الذاتي، بمعنى في اللغة الدبلوماسية بلغة التصريح إلى التلميح، وفي لغة المضمون على أنه من حيث المضمون يعترف رسميا على أنه يرى في الحكم الذاتي أنه الحل الواقعي والأوحد، واضح. وبالتالي هو يتوافق مع موقف واشنطن الآن. طيب، واضح جدا دكتور طارق قتلاتي، شكرا لك. إلى جنيف سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أهلا من جديد. هل يفهم فعلا من إحاطة ديمستورا وكلامه عن الاستفادة من زخم دبلوماسي جديد أنه غير بوصلته فعلا، وأنه بات منسجما بشكل رسمي مع رغبة الإدارة الأمريكية، مع توجه فرنسا أيضا في حل نزاع الصحراء الغربية على أساس الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية كحل وحيد ممكن وفق تعبير واشنطن تحديدا الإدارة الأمريكية؟ لا على الإطلاق، يعني بموجب الإفادة التي تقدم بها ستيفان ديمستورا أمام مجلس الأمن الدولي، يعني لم يحدث على الإطلاق أي تغيير جوهري في موقف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. فحين يعني نراجع النص الأصلي للإفادة سواء كان بترجمته العربية أو بالإنجليزية، أبرز فقرة فيه تؤكد على ضرورة حل مقبول للطرفين، ويذكر بأن المفاوضات الفعلية بين الأطراف لا بد أن تجري من أجل التوصل إلى حل، وهو ما يتطلب أيضا آلية موثوقة لتقرير المصير. وبالتالي هذا يعني بشكل مكثف هو قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، والتي تدعو إلى حل سياسي متفق عليه بين الطرفين. والحقيقة ستيفان ديمستورا يعرف حق المعرفة بأنه مقترح المغرب فيما يتعلق بالحكم الذاتي بأنه موجود يعني منذ سنة 2007 على الطاولة، ولم يتقدم قيد أنملة بسبب تناقضه مع القانون الدولي، بسبب تناقضه مع مبدأ تقرير المصير الذي يشير إليه مجلس الأمن الدولي ويشير إليه ستيفان ديمستورا في مداخلته، بحيث أنه مقترح الحكم الذاتي هو يعني حل مفروض على الشعب الصحراوي بمعزل عن ممارسته لحقه في تقرير المصير، والذي يقضي حسب ميثاق الأمم المتحدة بأن الشعب الصحراوي يحدد الوضع النهائي للإقليم في الصحراء الغربية، بمعنى من ستكون لديه السيادة الرسمية النهائية على الإقليم في الصحراء الغربية. والحقيقة دعني فقط أشير في هذا الإطار بأنه يعني مقترح الحكم الذاتي بالإضافة إلى تناقضاته العديدة مع القانون الدولي إلى آخره، أعتقد بأن المغرب فشل ويفشل وسيفشل دائما، ليس فقط في إقناع الصحراويين بهذا المقترح، ولكن حتى في إقناع المجتمع الدولي، لأنه بلد لم يستطع يعترض على السماح لبعثة الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان ويمارس أشكال القمع اليومي داخل المدن الصحراوية، في الحقيقة لا يقدم أدنى ضمانة للمجتمع الدولي. وبالنسبة لنا مقترح الحكم الذاتي، فقط دقيقة، مقترح الحكم الذاتي هو إعادة إنتاج لتجربة أوسلو، وستكون بمثابة رمي الصحراويين وجبهة البوليساريو في فم الذئب. وبالنسبة لنا ليست هناك طريقة لا أكثر أمان ولا ديمقراطية لحل النزاع في الصحراء الغربية بعيدا عن تصويت الصحراويين بموجب استفتاء حر ديمقراطي ونزيه. بالنسبة لك لم يحدث أي تغيير جوهري. أعود للدكتور طارق قتلاتي من الرباط. دكتور قتلاتي، ديمستورا يتحدث عن فرصة دائما إذا ما استندنا لنص إحاطته لاختبار ما إذا كان يمكن لزخم جديد. يقول إنه قائم على انخراط نشط ومتجدد من بعض أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الأعضاء الدائمون أن يسهم في تهدئة إقليمية وأن يعيد تنشيط خريطة الطريق نحو حل نزاع الصحراء الغربية. ما قد يفهم منه، ما قد يعني ربما أن الأمور لم تحسم بعد وأنها ستخضع لاختبار حقيقي. ما ردك على ذلك وعلى ما ذهب إليه ضيفي؟ إن كانت لديك حجج أخرى تناقض ما قاله. فعلا قد تختلف القراءات، ولكن قد لا نختلف من حيث ما جاء في الإحاطة. أنا مع كامل الاحترام ما ذكره الضيف أنا لم أقرأه في الإحاطة، ربما هذا جاء في تقرير سابق ربما. أما هذه الإحاطة
فدعنا نتكلم لغة دبلوماسية محضة. المبعوث الخاص يتحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الداعم مخطط الحكم الذاتي يتماشى مع ما سبق أن طلبه من المملكة المغربية بأن تعطي تفاصيل أكثر خاصة بالحكم الذاتي، وهذا في اللغة الدبلوماسية اعتراف ضمني بالتصريح لا التلميح على أن المبعوث الخاص يؤيد الحكم الذاتي لأنه يرى فيه إطارا للتفاهم وللتفاوض، لأنه في نهاية المطاف الحل السياسي والسلمي هو لفائدة كل من يتضرر من هذا النزاع، وهو ما ذكره في المحدد الأخير بأن المبعوث الخاص يرى في أن المدة الزمنية التي حددت ب3 أشهر وانخراط الجزائر بدفعها لجبهة البوليساريو بقبول هذا المخطط كإطار للتفاهم والتفاوض، بالإضافة إلى كل هذا سيؤدي إلى تهدئة الإقليم لأنه أمام فواهة بركان. طيب سنأتي على هذه النقطة دكتور خلال لحظات. طيب أشرت أشرت إلى نقطة هامة جدا أحيلها إلى ضيفي. طيب دكتور لحظة لو سمحت استسمحك لحظة. أشرت إلى نقطة هامة أحيلها إلى ضيفي. بالفعل الجلسة كانت مغلقة، ولكن إذا ما استندنا لإحاطة دي مستورا وإلى بعض تصريحات الدبلوماسيين في مجلس الأمن لوكالة فرانس بريس، وأعود إليك سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو في حديثه عن حكم ذاتي حقيقي وحل مقبول من الطرفين، وإشارته لأن الولايات المتحدة مستعدة لتيسير ذلك. دي مستورا يقول سيد أبي بشراي البشير هذا يتماشى مع ما أفكر فيه وما أطالب به. هذا ما كان أشار إليه دكتور أتلاتي منذ لحظات. يقول دي مستورا يجب شرح مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالتفصيل، كما يجب توضيح الصلاحيات التي ستمنح لصحراء غربية تتمتع بحكم ذاتي حقيقي. والسؤال لك، ما الغاية من كلامه هذا إذا لم يكن قد تبنى فعلا مقترح المغرب للحكم الذاتي كأساس وحيد للتفاوض؟ هذه ليست هي المرة الأولى التي في إطار مساعيه من أجل حلحلة الأوضاع وإطلاق المسار السياسي بأنه ستيفان دي مستورا يحاول أن يحث الأطراف على الإفصاح عن المبادرات التي تقدمها. ونعرف بأن دي مستورا كان قد قدم مقترحا لتقسيم الإقليم كحل وسط. الآن يطالب المغرب بالتقدم أكثر من أجل توضيح مقترح الحكم الذاتي الموجود على الطاولة منذ سنة 2007 ولا يعرف أي كان ما هي طبيعته. ولكن الزخم الذي تحدث عنه ستيفان دي مستورا خلال إحاطته هو القناعة بأنه مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لا يمكن أن يكون حلا توافقيا، لأن أحد الأطراف سوف يعترض عليه بشكل جوهري. العنصر الثاني هو انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية منذ سنة 2020 وحدوث وضعية حقيقة مثيرة للقلق. والعنصر الثالث هو التوترات الإقليمية التي يشهدها إقليم شمال إفريقيا، ولكن أيضا تشهدها منطقة الساحل، مما يتوجب على الأمم المتحدة الرمي بثقلها من أجل تسوية النزاع ويعني إخراجه من عمق الزجاجة الموجود فيه إلى حد الساعة. والحقيقة فإنه الحل التوافقي الوحيد الموجود ما بين طرفي النزاع إلى حد الساعة وبرعاية الأمم المتحدة هو المتعلق باستفتاء تقرير المصير. صحيح بأننا اختلفنا فيما يتعلق بلوائح المصوتين ومن يحق له التصويت في استفتاء تقرير المصير، ولكن وهذا معنى التفاوض يجب أن نعود إلى طاولة المفاوضات من أجل البحث عن سبيل للتوافق على النقاط الخلافية فيما يتعلق باستفتاء تقرير المصير. ولكن رفض مبدأ الاستفتاء هو رفض القاعدة الوحيدة المتفق عليها ما بين طرفي النزاع إلى حد الساعة. فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة، يعني ما حدث خلال السنة ما حدث من تصريح روبيو ومن إعلان ترامب ليس سوى ترسيم لموقف
كان موجودا منذ طيب. بداية النزاع إلى الآن. طيب. انفورماليزاسيون تماما كما حدث مع فرنسا وحتى ما حدث مع إسبانيا التي كانت قسمت الإقليم ما بين المملكة المغربية وموريتانيا، وبالتالي ليست هناك لا زخم ولا تطورات جديدة في الجوهر، لأنه طيب. المقترح المغربي هو مقترح بأنه أحد الأطراف يربح كل شيء والطرف الآخر يخسر كل شيء، وهذه ليست مقاربة عقلانية فيما يتعلق بالبحث عن طيب حل سيد توافقي بوشراي. في هذا طيب الظرف. البشير، استسمحك. طيب أعود إلى ضيفي. صراحة فعلا الإحاطة ربما هناك دكتور طارق قتلاتي قابلية لها قابلية تأويلات عديدة وقراءات عديدة، وإن كانت المواقف واضحة ربما حتى لا يفشل دي ميستورا في إطلاق هذه المفاوضات من جديد إذا ما أغضب هذا الطرف أو ذاك. أنا وددت أن أسألك بأنك تحدثت أكثر من مناسبة عن هذه مهلة 3 أشهر. دي ميستورا الذي كان مقررا ربما أن يترك في أبريل هذا يقول إن 3 أشهر المقبلة ستكون حاسمة. أود أن أفهم منك يعني السيناريو كيف ذلك، وما الذي يعنيه دي ميستورا بتصريحاته هذا، ما الذي سيحدث عمليا؟ سيدي حكيم، الارتقاء ليس فقط بالخطاب. اليوم هناك تجديد للخطاب. اليوم الناس تتحدث لغة الذكاء الاصطناعي، يجب أن نجدد في الخطاب، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ومع الولايات المتحدة. أنا أعطيك محددات رئيسية. لأول مرة دي ميستورا يحدد 3 أشهر ويعتبرها فرصة 3 أشهر، بمعنى أنها الفرصة الأخيرة. هو يقول أنا أتوافق مع طرح واشنطن. أنا أدعو جبهة البوليساريو إلى أن تستقل بموقفها وأن تنظر إلى سياق المرحلة في اتجاه ما تطرحه المملكة المغربية، وفي سياق الزخم على هذه المبادرة، مبادرة الحكم الذاتي. الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المملكة المغربية على أراضيه، وتعتبر مخطط الحكم الذاتي هو الإطار الأوحد للتفاهم والتفاوض. هذه دولة عظمى. فرنسا دولة عظمى أخرى تمشي في نفس طرح الولايات المتحدة الأمريكية، سيادة المملكة المغربية على أراضيه والمخطط الحكم الذاتي كإطار أوحد للتفاوض والتفاهم. هي مرحلة للسلم والسلام. لاحظ معي، الصين هي دائما تمتنع وربما تمتنع حتى على مواقفها الخاصة بها، هذه جاري بها العمل. بالنسبة لروسيا هناك تحول كبير في موقفها في اتجاه العلاقات مع المملكة المغربية، ولاحظنا كيف أنها انتقلت من التصويت للطرف الآخر إلى الامتناع عن التصويت. وبلغة الأرقام الأمور صارت واضحة، وما هي إلا أيام معدودات لكي يسمع هذا الحل النهائي الذي نتمنى. كيف سيتم؟ هل سيتم بتوافق دكتورة تلاتي باختصار لو سمحت؟ كيف سيتم ذلك؟ هل سيتم بتوافق أم بفرض رؤية أمريكية على كل الأطراف؟ هذا قصدي. لا نتمنى صادقين أن تستقل جبهة بوليساريو بموقفها، وأن تمشي في منطق السياق الذي يطلب منها الاتفاق والتوافق، بدل أن يفرض منطق آخر نحن نعرفه وجبهة بوليساريو تعرفه والجزائر أيضا تعرفه. أي منطق؟ السياق في المنطقة لا يحتمل، والدول العظمى لم تعد تحتمل، وبالتالي لا نريد أن نأسف على أن جبهة البوليساريو شق منها قد دفع إلى أن يعتبر منظمة إرهابية داخل منظومة المنظمات الإرهابية ال12 أو ما يزيد الموجودة اليوم في صحراء الجزائر. مشاهدينا الكرام، ارجع لكم من جديد. كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى على ان الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم ويكون الاعجاب ديالكم. الناس اللي عجبها الفيديو خليو معكم لايك، كومنتار اسفل التعليقات. كما شفتوا معنا في الفيديو، الزياره المبعوث الاممي للامم المتحده للصحراء المغربيه، اول زياره بعد حسم المغرب في الصحراء المغربيه وتطبيق مبادره الحكم الذاتي كحل انسب لحل النزاع. المغرب يقدم نسخه جديده من الحكم الذاتي، يعني لا شيء يعني غير الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه، والمغرب في صحراء ولا حل بالصحراء الا بالحكم الذاتي.
الحكم الذاتي يطغى على هذا الملف هذا. المرتزقة تقرير مصير استفتاء كل ما يعني جاء من المرتزقة البوليساريو المدعومة يعني الداعمة الأولى لها اللي هي الجزائر، النظام الجزائري، نظام الكبرانات وقيادة شنقيح وأتباع ديالو، فهو باطل. يعني داك الاستفتاء وتقرير المصير فمشى في مهب الريح. الآن الحكم الذاتي هو الحل الأنسب لحل هذا النزاع، هو اللي غادي يتم تطبيقه على أرض الواقع، وتم تطبيقه على أرض الواقع. المغرب يقدم نسخة جديدة، فالحكم الذاتي هو الحل الأنسب لحل هذا النزاع، سواء يعني يعني قبلوا بها بصدر رحب أو يعني صحى عليهم، يعني الحكم الذاتي هو اللي يكون في الصحراء المغربية. الصحراء مغربية ولا حل بالصحراء إلا بالحكم الذاتي. الإخوان ديالنا كلشي واضح كلشي باين، هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. خليو معكم لايك كومونتير أسفل التعليقات، ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.